لاعب نادي الاهلي. بدايه كابتن نبارك لك الثلاث نقاط، اتوقع فوز مهم اعادكم مره ثانيه لحسابات دوري ابطال اسيا في هذه المجموعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اكيد فوز مهم خصوصا خارج ارضنا. الحمد لله اعتقد قدمنا مباراه جيده مع شقيق نادي النصر. الشوط الاول كان اهلاوي، الشوط الثاني كان للنصر. الحمد لله المهم احنا كسبنا الثلاث نقاط يعني خارج ارضنا، شيء مهم. يمكن نقدر نسميك اليوم نجم المباراة، صنعت الهدف الأول وسجلت الهدف الثاني، شيء جميل. ولكن يمكن كابتن تيسير في سؤال، شفنا الأهلي متراجع في الشوط الثاني، هل هذا نتيجة الإرهاق من دربي جدة قدام الاتحاد؟ اول شيء طبعا الشوط الاول يعني كان الفريق الاهلي كان متسيد المباراه. طبعا ما تقدر تسيد مباراه بشكل مطلق، خصوصا فريق النصر فريق كبير ويلعب على ارضه، شيء طبيعي يعني انه حيضغط في الشوط الثاني لانه كان متاخر في الشوط الاول، فهذا شيء طبيعي. يمكن كابتن تيسير في الشوط الثاني نفس ما قلت لك الفريق تراجع، هل تفاجأتوا بأداء النصر في الشوط الثاني؟ انا شخصيا كنت متوقع ان احنا نتراجع لان احنا كنا متاخرين وفريق يلعب على ارضه، صعب يعني انك يعني حتى تكون متسيد طول المباراه. بالتوفيق ان شاء الله كابتن، شكرا لك. شكرا.